السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب وانا بكلمكم تبقوا في احسن حال واحسن صحة. اولا كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كده ونسمي بسم الله عشان الفيديو بتاعنا يبقى كله بركة. وعايزه اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، يا رب يعود علينا يا رب بالخير واليمن والبركات كده، وكل حبايبنا حوالينا يا رب كده وبصحة وبسعادة. نخش في الفيديو عشان ما اطولش عليكم. لو انت بقى بتعاني من مشاكل الشعر الكتير اللي احنا عارفينها بقى، تساقط الشعر والقشرة فيه الشعر بيبقى فيه بكتيريا وانواع امراض كتير قوي. طبعا انا مش متخصصة، بس انا عرفت شوية حاجات كده عشان كنت بعاني من قشرة فروة الراس وكده، فاقول لكم انا عالجتها ازاي. اول حاجة طبعا احنا معانا المش الخشب بتاعنا اهو. بصوا ما تستعمليش المشيطة اللي هي ضيقة ما تيجي تسرحي، او البلاستيك. احسن حاجة الخشب، صحي ويحافظ لك على شعرك. يعني اهم حاجة عندك دلوقتي ان انت تستعملي المش الخشب ده، بيبقى جميل قوي. اول حاجة ما تيجي تشطفي ولا كده، ما تخشيش بقى في شعرك كده وانت مش مسرحاه ولا اي حاجة. لازم الشعر يتسرح الاول عشان لما تخشي وتستحمي وتيجي تخرجي بتسرحيه، الشعر كمان بيقع. انما انت بتسرحيه من تحت لفوق، يعني تبتدي تجيبي شعرك من تحت كده ايه على فوق، مش من فوق لتحت. تمسكي الشعر من تحت لفوق. انا هقول لكم الفكرة دلوقتي بتاعتي عبارة عن ايه. بس انا بقول لكم يعني المش الخشب حلو في ايه. طبعا عندنا طبق قديم اهو سايبه لي الحاجات ديت. هنعمل ايه دلوقتي؟ معانا ميه مغليه اهو، ميه مغليه جامده كده، تحطيها على المشط ده قبل ما اعمل فيه كده. تغسليه بقى مثلا بزيت صابون، باريال، بشامبو، باي حاجه انت عايزاها، لان الزيوت اللي احنا بنستعملها والكريمات والحاجات بتخلي الحاجات دي ايه، مزيته. فطبعا المشط ده انا غسلته الاول بقى باي حاجه كده تغسليه عندك، شامبو، بصابون، باي حاجه. وبعد كده بنعمل العمله دي فيه. تحطي بقى الخل كده اهو، معلقتين 3 خل بس كده اهو معانا. اقول لكم ايه الفايده دلوقتي اللي احنا بنعمله دوت. صلى على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. احنا جبنا المشط ده غسلناه حلو قوي من الزيوت. لما تيجي تمسكيه كده مره على مره، انت مثلا بتحطي كريمات زيوت، تلاقي المشط كده من بره مزيت. فتيجي انت مثلا عندك قشره، عندك اي حاجه في راسك، حتى لو اتعالجتي بالشامبوهات، حتى لو عملتي اي حاجه، تيجي تسرحي بيه تاني، بتبقى الفطريات والبكتيريا فيه. وفي ايه الاخرام اللي هي فيها ديت، ببنسة بقى كده عزكم الله. وبتبتدي تنضفي كل السنون دي برضو. تجيبي بقى حبة شامبو، حبة زيت، صابون سايل، اي حاجة. ما تخافيش، ما احنا هننقعه في ميه بخل اهو. بتغسليه حلو قوي بميه سخنة برضو بعد ما غسلناه. بس انا ما اوريكمش البتاعة دي، شوفوا الحاجات اللي بتنزل من المشط. بعد ما بتغسليه بقى بنعمل العملة دي. ليه؟ بنعقم المشط، بنعقم المشط. طبق قديم اهو، انت مش محتاجاه في حاجه. الميه مش طايقه احط ايدي فيها. ومعلقتين 3 خل، 3. وتحطي ايه، وتحطي فيه المشط. وكمان ده استعمال شخصي، يعني مثلا لا بنتك ولا اي حد، كل واحده يبقى لها المشط المخصوص ليها. دوت ما بيخليش لو انت عندك قشره في راسك ترجع لك تاني. اول حاجه ان هي الخل، وان انت تنقعيه في ميه سخنه كده، ما يخليش الجراثيم. بعد ما غسلناه حلو قوي بقى بشامبو، بصابون، زي ما انت عايزه، على الحوض بميه سخنه برضو، شلنا منه. مثلا بيبقى مثلا عزكم الله مزلزق ولا اي حاجه، بصوا الميه اهو، بتروح عامله فيه العمله ديت. بتنقعيه بقى. انا عايزه اقول لكم برضو بيساعد ان انت ما بترجعيش، حتى لو عالجتي القشره، عالجتي حاجه، ما بترجعيش الفطريات تاني من المشط. زي مثلا واحد مثلا خرج من الحمام مثلا وفتح الحنفيه وغسل ايده حلوه قوي، بعدين قفل الحنفيه تاني. كان انا عندي حتى لو فتحنا الحنفيه، بتغسلي ايه مطرح الحنفيه برضو، بغسل ايدي وبغسل الحنفيه. ليه؟ لان العدوى بترجع تاني، بترجع تاني من المشط اللي انت عاملاه. ما تخافيش بقى، تنيكي سايباه كده، وده خشب مش هيتأثر. اي حاجه بتستعمليها وتستحمل الميه السخنه تعملي فيها كده.
كنت عايزه اقول لكم ايه تاني. احنا خلاص عالجنا القشره بالشامبوهات وعالجنا كل حاجه. ممكن بقى عامله زي دي المشط مش نضيف يرجع لنا الحاجه تاني، الميكروب لراسنا تاني. ده حلو قوي. فلما انت كده بيساعدك ان شعرك ما بيقعش للقشره دي، تسبب نصايب، بتخلي الغذاء انها ما يوصلش للشعرايه فروه الراس ما يكون فيها قشر. فلما انت ما تعمليش العمله دي وتعالجيها وترجعي تحطيه في راسك تاني، يبقى ما احنا ما عملناش حاجه. شايفين الميه؟ شايفين الميه عزكم الله عملت ازاي؟ شايفين الحاجات اللي نازله منها اهي؟ شايفين؟ انت شوفي المشط نضيف وغسلاه كويس قوي، بس عامل ازاي. هنسيبه كده في الميه. انا مش عايزه اطول عليكم، بس انا بنصحكم شويه نصايح بقى قبل ما اقفل الفيديو. يا ريت ما تنسونيش في اللايك، واللي ما عملش اشتراك يشترك. عايزه اقول لكم اهم حاجه قبل ما تخشوا تستحموا، لازم الشعر تسرحيه. حتى لو انت مسرحاه مثلا وقمت من النوم عايزه تخشي تاني، مثلا سرحتيه امبارح وقايمه مثلا تاخدي دش، لا سرحه برضو. لازم الشعر يبقى ايه، مش متلبك خالص ولا ماسك في بعض، عشان ما بيجي عليه الميه وتيجي تعمليه بيروح ايه، مسرحاه، بيروح نازل كله. تسيسي شعرك كده. تيجي برضو تغسلي فروة الراس بتاعتك، لازم شعرك بتجري الدورة الدموية ازاي. بتقلبي شعرك على قدام كله وبتغسليه بالراحه كده، برفق كده، بتدلكي فروه الراس. وعشان تطلعي تنشفيه كويس قوي، لان القشره دي بتيجي برضو لما يكون الشعر ما تنشفش كويس وايه، وتروحي مثلا عامله كحكه عامله حاجه فبيستطري، فده برضو بتعمل قشره للشعر. عدم الاكل الكويس برضو، الحاجات دي كلها بتعمل قشره للشعر. الحمد لله مشيت. ده يعني هتقضي، يعني هتقضي على القشره بعد ما تعالجيها بالشامبوهات بنسبة 90%، لما ايه ما ترجعيش ليها الفطر تاني من استعمال المشط. بصوا عايزة اوريكم، بصوا عزكم الله، شايفين المية فيها ايه. انا مش عايزة اطول عليكم، بس والله فكرة حلوة قوي وتعمليها بقى. يعني ايه، لو انت مثلا بتعاني من القشرة ممكن كل اسبوع، لو شعرك كويس الحمد لله ما فيهوش اي حاجة، ممكن كل 10 ايام. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، يا رب اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.